من المشرية إلى باريس، قصة عبقري فذ قارع جهابذة الرياضيات في العالم. أحد أوائل علماء الرياضيات في شمال إفريقيا خلال عصرنا الحالي، عضو الجمعية الأمريكية للرياضيات، منظر حجب الفرنسيون أعماله فأنصفه الألمان واليابان. من هو هذا العالم؟ وكيف وضع بصمته في اختصاصه؟ الدكتور زغمان مبخوت، من مواليد المشرية عام 1948، نال مرتبة الشرف متصدرا الأول في الرياضيات بمتوسطة معسكر سنة 1959. تحصل على شهادة البكالوريا من ثانوية باستور بوهران في شعبة الرياضيات عام 1966. ساعده شقيقه في الانتقال إلى فرنسا، فدرس الرياضيات الخاصة والرياضيات العليا بمرسيليا، ثم دخل مدرسة ديبون إيشوسي الباريزية العريقة متخصصا في التحليل الجبري والهندسة، حتى نال شهادة الدكتوراه سنة 1979. في بداية الثمانينات أحدث الدكتور زغمان مبخوت ثورة في الهندسة الجبرية، فبعد 4 سنوات من الاجتهاد قدم ابن المشرية حلا لمسألة هيلبرت 21 في أبعاد أعلى، وعوض أن يسميها الفرنسيون نظرية زغبان أطلق عليها تراسل ريمان هيلبرت. سنة 1980 برهن عالم الرياضيات الياباني كاشيوارا بشكل محايد ومستقل على صحة ما قدمه ابن الجزائر ليمهد له الطريق نحو ميدالية فيلدز، لكنه حرم منها لاعتبارات غير علمية. وصفه واحد من أكبر علماء الرياضيات في العالم، الألماني ألكسندر جروتنيك، حيث اعترف بعبقريته وبالظلم الذي تعرض له في كتابه حصاد وبذر. نصب مديرا للأبحاث بالمركز القومي الفرنسي للبحث العلمي، ونال ميدالية الخدمة من ذات المركز وميدالية أكاديمية العلوم الفرنسية. وما يزال إلى يومنا هذا ينشر الدكتور زغمان مبخوت أبحاثه العلمية الدقيقة في الرياضيات. هي بصمة في الحياة تستحق أن نشاركها معكم لتقتفيها الأجيال.